السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا وليس أمرا، الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. سر زواج ليلى مراد 3 مرات وطلاقها من أنور وجدي. دعونا نتعرف على التفاصيل. عانت الفنانة ليلى مراد أو ليليان إبراهيم زكي في طفولتها من قسوة الزمان، حيث تم طردها وأسرتها من منزلها، وذلك بعد أن سافر والدها إلى الخارج بحثا عن العمل، وانقطعت أخباره تماما. تخرجت ليلى مراد في مدرسة نوتردام للبنات في حي حلمية الزيتون، وبدأت المعاناة في الأسرة والتي تضم أشقاء آخرين غير ليلى، وهم موريس مراد والذي اشتهر فنيا باسم منير مراد، وملكة والتي كانت تمتلك صوتا جميلا لكنها فضلت الابتعاد عن الفن حتى لا تقارن بشقيقتها، وتزوجت ثم سافرت إلى الخارج وسجلت العديد من الأسطوانات. وأيضا سميحة التي تزوجت من مصمم الرقصات علي رضا ثم انفصلت عنه وسافرت للخارج أيضا. وحرصت الفنانة ليلى مراد على أن يكون هناك أفلام تحمل اسمها على غرار الفنان الكوميدي الراحل إسماعيل ياسين، حيث قدمت عددا من الأعمال منها ليلى بنت الفقراء، وليلى بنت الأغنياء، وليلى بنت الريف، وليلى بنت المدارس. ارتبطت ليلى مراد فنيا بالموسيقار والمطرب الكبير الراحل محمد عبد الوهاب، والذي كان مقتنعا بموهبتها الكبيرة في عالم الغناء، إلى أن قررت ليلى مراد أن تعترف له بحبها ورغبتها في الزواج منه، ولكن قوبل ذلك بالرفض، وقرر عبد الوهاب أن يصدها، وظلت العلاقة بينهم في إطار العمل فقط، إلا أنها لم تتنازل عن حبها وتبحث دائما عنه كلما رأت عبد الوهاب. ولم تمنع قصة حب ليلى مراد للمطرب محمد عبد الوهاب من زواجها 3 مرات، حيث كانت الزيجة الأولى من الفنان الراحل أنور وجدي والذي كان محملا ببعض من الغيرة عليها، كما أنها كانت تبادله حبا كبيرا. وظلت هذه الزيجة مستمرة ل8 سنوات حتى قرر الانفصال، وخاصة بعد أن اكتشفت خيانته لها. قررت بعدها ليلى مراد أن تتزوج من وجيه أباظة، ولكنها كانت زيجة سرية بسبب عراقة وأصالة أهل الزوج، وهو الأمر الذي كان من الصعب أن يعلن عنه. ولكن لم تستمر هذه الزيجة طويلا حتى قرر الانفصال. أما الزيجة الثالثة فكانت من المخرج فطين عبد الوهاب، وأسفرت عن طفله هو الفنان زكي فطين عبد الوهاب. وكشف الكاتب صالح مرسي في كتابه عن ليلى مراد تفاصيل الواقعة التي سميت بواقعة الكمون، والتي تسببت في طلاق الفنانة ليلى مراد من الفنان أنور وجدي. وقال مرسي في كتابه: عادت تسأل عن السبب فجاءها صوت أنور وجدي من خلفها صائحا: البيت مفهوش كمون يا ست هانم. التفتت ليلى إليه هادئة، وكانت تعلم علم اليقين إن الكمون ليس سبب ثورته، فقالت: طب وفيها إيه يعني يا أنور نبعت نشتري كمون؟ فصرخ أنور: وإيه يعني؟ طب انتي طالق يا ليلى؟ وأضاف: خرجت الفنانة ليلى مراد بهدوء شديد إلى فندق سميراميس لتقيم فيه وهي حاملة لقب مطلقة للمرة الأولى في حياتها. كان يوما قاسيا تعيسا حزينا، فقيس الذي كانت تبحث عنه لم يكن له وجود، كان وهما، كان أكذوبة. ومما زادها حزنا إنه في اليوم نفسه أرسل أنور إليها ورقة الطلاق، لكن المياه عادت إلى مجاريها بينهم بعد تدخل من شقيقيها إبراهيم ومنير مراد. وكان أنور يرتبط بعلاقة صداقة بهما بدأت منذ ارتباطه بليلى، وعاما بعد عام تواصلت الحياة. إلى هنا ينتهي الخبر. شكرا لحسن استماعكم ودعمكم المتواصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.